المغرب يرد على عقوبات الكاف برسالة عاجلة للفيفا. اسمع خشاش انه فيه كلام ايضا عبر وسائل الاعلام الفرنسيه انه فرنسا حابه تدخل كطرف ثالث مع اسبانيا والبرتغال من اجل تنظيم مونديال 2030 لانه شافوا عجز المغرب على المستوى التنظيمي. كما يقولوا الان راهي الامور راهي في صالح فرنسا باش يدخل لا ويحارب ولا راهو يحاول بكل ما اوتي له من اجل اقناع الفيفا تنظيم يعني والدخول كطرف ثالث كما قلت لك لتنظيم مونديال 2030 لانه المغرب صراحه وشفنا في كاس افريقيا ما نظنش انه ضرب تاكدتوا بالله المغرب بالله هدف باش يهرسوه بتنظيم كاس العالم وكاس افريقيا ويخليوك لانه شافوك هربت عليهم في البنيه التحتيه. واش راكم تاكدوا ولا ما راكمش تاكدوا؟ اول حاجه نتمنى من هذوك الناس اللي هجموا على فوزي القجاع وقال لك فوزي القجاع وطاطات وخاصو يمشي، نتمنى يجيو يتفرجوا في هاد الناس هادو اللي باغيين يهرسوك ويقلعوك حتى كاس العالم ودايرين عليك بروباغندا. هذه عندها عامين ملي شدي التنظيم ديال كاس افريقيا وهما بروباغندا وهجومات هجومات هجومات. انا هسمعكم دلوقتي حالا فيديو للتاريخ وهوريكم اعتذار رئيس الكاف الافريقي لجلالة الملك بعد القرار التاريخي برفضه التام لتنظيم المغرب اي بطولة لها علاقة بالاتحاد الافريقي لكرة القدم. رسميا يا سادة فوزي القجع بيطالب الكاف الافريقي بغلق مقر الفيفا اللي موجود في المغرب وبيرفض تنظيم بطولة كأس أفريقيا 2028 بسبب العقوبات المضحكة اللي أعلن عنها الكاف على المنتخب السنغالي. ورئيس الكاف بيعتذر وبيعترف بأن أنجح بطولة في بطولات أفريقيا اللي نظمتها المغرب وأعلى موارد مادية هي اللي دخلتها البطولة الأفريقية اللي نظموها المغاربة. وكل الاتحاد الأفريقي يعلم جيدا بأن تنظيم المغرب للبطولة ده معناه ان هي نجاح للبطولة قبل ما تبدأ، وانسحاب المغرب من تنظيم اي بطولة فده معناه فشل البطولة. دلوقتي بيعتذروا وبيتوسلوا للمغاربة عشان يقبلوا ان هم ينظموا كأس افريقيا 2028 اللي كما قلنا الهدف ولا دابا الان هو احراج ديال الكاف وفضحيه امام العالم. شوفوا هاد المنظمه اللي هي فاسده. رابطة الجمعيات المساندة للمنتخبات المغربية تراسل الفيفا وتراسل كذلك الكاف وتطالبها بتطبيق القانون. هذا هو اللي غنرجعوا ليه. هذه الكلمة ديال تطبيق القانون يا اخواني في الله راه هي اللي قلتها واللي مازال تنقولها. المغرب ما عمر المغرب ما طالب ما قال داكشي اللي قال الجزائر قال صامع عودوا المباراة كذا كذا. المغرب قال تطبيق القانون. ملي كتطلب انت تطبيق القانون ما بقى حتى واحد يقدر ينتقدك، ما بقى حتى شي واحد يقدر يعارض ولا يطعن فيما قلته. انا كنقول تطبيق القانون. القانون لاش دار؟ باش يطبق وباش يتنفذ. المغرب كيصر على هذا الامر وكيشد عليه وهذا هو حقه. الان رابطه الجمعيات المسانده للمنتخبات المغربيه نفس الحدو راسلات الفيفا كتقول له دير خص القانون يطبق، وراسلات الكاف تتقول لها خاص القانون يطبق. تم توجيه مراسلتين. المراسله ديال الكاف اولا لاحراجها الرئيس ديال الكاف الموتسيبي تذكره بضروره تطبيق القانون وتعبر عن إدانة الرابطة الشديدة واستنكارها للتجاوزات الخطيرة التي تمس بروح كرة القدم ومبادئ العدالة الرياضية. يعني أن ما قامت به الكاف هو تزكية وتشجيع على عدم احترام المبادئ ديال العدالة الرياضية وروح كرة القدم، وكذلك هو دعم وتزكية للتجاوزات الخطيرة اللي شهدتها هذه المباراة وشهدها هذا الكان بصفة عامة. بالمراسلة الثانية اللي مشات الانفانتينو شخصيا رئيس الفيفا تذكروا بأن القانون يجب أن يطبق وأن عليه أن يتدخل. شوف هاد الناس هادو اللي باغيين يهرسوك ويقلعوك حتى كاس العالم ودايرين عليك بروباغندا. هذه عندها عامين ملي شدي التنظيم ديال كاس افريقيا وهما بروباغندا وهجومات هجومات هجومات. انا ما شفتكمش تهاجموا هاد الناس، انا ما شفتكمش تعاونونا في هاد لي باج، انا ما شفتكمش تعاونونا في صحافه زيكو، انا ما شفتكمش ضرب انت القجاع خسر نهائي نورمال. راك هاجم على فوزي القجاع زعما وتجلد فيه. هو صحافه ما به صحافه زيكو ولا الصحافه المصريه ولا السنغاليه ولا الافريقيه ولا الاوروبيه وزايد له نتايا اللي خاصك نورمال
وفي هذا الوقت توقف مع ولد بلادك وتوقف مع القجع، الشيء اللي داروا هذه سنوات والشيء اللي خلى جاب المنتخب المغربي لنصف نهائي كاس العالم اول مره في التاريخ تصرا كاع، ومازال غادي قادر يدي كاس العالم 2026 وقادر، جاي يهاجم عليه. علاش ما تهجمش على الملعب على عمار تا نتايا ودير البروباغندا كيما يديروها عليك وتقول لهم على السقف ديال الملعب على عمار طاح بالبرد؟ علاش ما تهضرش على انت تبارطاجي هذوك الملاعب العالميه اللي درتهم في المغرب؟ علاش ما تبارطاجي في البنيه التحتيه العالميه ودير البروباغندا وتوري البلاد؟ ما فهمتكم زعما والله. نشوف شي حوايج يعني من نقلاو فوزي القجع ارواح نجيبوا واحد اخر باش يخدم، واش غادي يخدم؟ فوزي القجع راه مجينيهم. انا نعرفكم رجال اللي هاجمين على فوزي القجع، هاجموا على هذا الشيء هذا، عاونوا الدوله المغربيه في هذا الشيء. انا ما شفتكمش في كاس افريقيا هاجمين حتى نتوما على صحافه زيكو، ما شفتكمش انا هاجمين على حافظ الدراجي، ما شفتكمش دايرين حتى شي حاجه. البروباغندا طالعه على المغرب ملي بدات كاس افريقيا وقبل كاس افريقيا، ما شفتكمش. ولكن نهار خسر لا فينال ارواح نهجم على فوزي القجع. علاش؟ ما نعرف الحسابات، ما نعرف. رئيس الكاف الافريقي في فيديو للتاريخ بيعتذر للمغرب وللسيد فوزي القجع ولجلالة الملك بعد القرار التاريخي اللي اتخذوه المغاربة اليوم برفضهم بتنظيم بطولة كأس أفريقيا بسبب العقوبات المضحكة اللي أعلن عنها الكاف الأفريقي ضد المنتخب السنغالي. كلنا كمغاربة وكعرب كنا منتظرين العدالة ولو لمرة واحدة من الكاف الأفريقي إن هو يدي المغرب حقه، ولو لمرة واحدة يكون منصف ويبقى عادل ويدي كل واحد حقه. نتفاجئ بالعقوبات اللي بتطلع من الاتحاد الأفريقي. هي تقدر تقول عليها الاتحاد الأفريقي بدل ما يعاقب السنغال عاقب المغرب بناء على العقوبات المضحكة اللي أعلن عنها الكاف بقرار من جلالة الملك. المغاربة بيرفضوا بشكل رسمي وبيرسلوا خطاب للكاف الأفريقي برفضهم التام لتنظيم بطولة كأس أفريقيا 2028، وبتترشح تنزانيا وجنوب أفريقيا لتنظيم البطولة. المغرب قبل البطولة ما تبدأ بطولة كأس أفريقيا كان في اتفاق ما بين متسبب رئيس الكاف وما بين السيد فوزي القجع بأن المغرب هتستضيف كأس أفريقيا. لكن المغرب بعد اللي شافوه، بعد اللي حصل من المسؤولين في الكاف الأفريقي وبعد ظلم المنتخب المغربي، اتخذوا قرار تاريخي بعدم تنظيم بطولة كأس أفريقيا. والنهاردة بيأكدوا على الكاف وقالوا لهم المغرب خلاص انسحبت من تنظيم كأس أفريقيا بسبب ما حدث وبسبب العقوبات اللي أعلن عنها الكاف الأفريقي، اللي المغاربة شايفين بأن هي عقوبات لا تليق بالحدث، بل عقوبات مضحكة، عقوبات ليس لها علاقة تماما بالواقعة اللي حصلت ومش قد الحدث. كان المفروض العقوبات تبقى أقوى من كده بكتير. كان المفروض الكاف الأفريقي يرجع حق المغرب واللقب اللي اتسرق من المغاربة على أرضهم وسط جمهورهم، لكن الكاف تغاضى عن كل ده وأعلن عن عقوبات مضحكة. السنغاليين نفسهم والجزائريين اللي هم الاتنين كارهين والحاقدين على المغرب بما فيهم كمان المصريين بيضحكوا وبيتريقوا وبيقولك هي دي العقوبات. يعني انت متخيل السنغال نفسها اللي عملوا عليها العقوبات والجزائر ومصر بيقولك دي مش عقوبات، دي العقوبات. هم الظاهر نسيوا ان هم يعاقبوا السنغال فعاقبوا المغرب. وبالفعل يعني السنغال اللي انسحبوا من المباراة تمام، واللي اعتذروا واللي قعدوا نص ساعة منسحبين واللي جمهورهم تعدى بالضرب على الأمن المغربي، إجمالي العقوبات المالية على السنغال 600,000 دولار. شوف بقى المغرب المنظم بطولة على أعلى مستوى هو المتضرر واللي اتسرق منه اللقب على أرضه وسط جمهوره اتغرم ب500,000 دولار وإيقاف حكيمي مباراتين وإيقاف الصباعي 3 مباريات عشان المنشفة بتاعت حارس مرمى السنغال إدوار مندي. ده غير طبعا تغريم الجامعة المغربية 500,000 دولار، 300,000 دولار بسبب اقتحام لعيبة المغرب غرفة الفار، دي قرارات الكاف مش قراراتي، و200,000 بسبب حاملات الكرات، الأطفال اللي بيحملوا الكور في الملعب، دي 500,000. في المقابل السنغال حارس مرمى السنغال مندي مباراتين إيقاف، اللي قاعد يعمل كده واللي بيتهم الاتحاد ان هو مرتشي أخد مباراتين. مدرب السنغال
اخد 5 مباريات اللي كان لازم يتشطب او يتوقف موسم بالكامل. الجمهور السنغالي ما تعاقبش غير بغرامة مالية، ما تعاقبش من الحضور. يعني اجمالي العقوبات للسنغال 600,000 دولار، للمغرب 500,000 دولار. دي العدالة؟ ده الاتحاد الفاسد، ده الاتحاد الافريقي الفاسد والمرتشي. انا بقولها وعارف بقول ايه. ده اتحاد فاسد ومرتشي. لو في عدل، لا، العقوبات دي لا تليق تماما بالحدث. الحدث اكبر من كده بكتير. اللي حصل ده مهزلة. اللي حصل كان لازم يبقى في لعيبة تتشطب، ولازم في مدير فني يتمنع على الاقل موسم، ولازم في جمهور لازم يتمنع على الاقل كمان موسم. دي العقوبات اللي احنا كنا بننتظرها من الكاف الافريقي. فالمغاربة قالك احنا بننظم لكم بطولة على اعلى مستوى، بنعمل حاجات مش موجودة في القارة. افريقيا كلها او العالم كله بيفتخر بافريقيا وبينبهر بالتنظيم بسبب ان البطولات بتتنظم في المغرب. وانت كاتحاد افريقي بدل ما تدي المغرب حقه، لا، بتيجي على المغرب. خلاص المغاربة اتخذوا قرار، قالك لا، طالما هي دايرة كده امنع التنظيم ومفيش بطولات هتتنظم في المغرب. انا عايز اقول لكم الكاف الافريقي لما عرف بان المغرب رفضت تنظيم البطولة، متسبب نفسي دلوقتي بيطلع وبيعترف وبيعتذر وبيقول لك دي كانت انجح بطولة اللي نظمتها المغرب، ودخلت موارد مادية رهيبة للاتحاد الافريقي لكرة القدم. اكتر بطولة دخلت او دخل من وراها عائد مادي بطولة كأس افريقيا اللي نظمتها المغرب، لان نسبة المشاهدة كانت رهيبة. العالم كله بيتابع بطولة كأس افريقيا بسبب الملاعب المغربية وبسبب البنية التحتية والبطولة اللي كانت على اعلى مستوى. عشان تعرفوا بان اللي يخسر المغرب يبقى خسر كل حاجة. واتحاد افريقي يعلم جيدا بان من غير المغرب هو مش هينجح وبطولاته كلها هتفشل. فعشان كده رجع وبيعتذر للمغرب عشان يتراجعوا عن القرار وينظموا بطولة كأس افريقيا. لكن انا عايز اقول لكم ده قرار من جلالة الملك بنفسه، هو اللي امر برفضه التام ان المغرب تنظم اي بطولة ليها علاقة بالاتحاد الافريقي بسبب الاحداث اللي حصلت، الاحداث الاخيرة. ديما مغرب، اشوفكم في فيديو جديد.